المهم إن النمرود بعد المناظرة القوية اللي دارت بينه وبين سيدنا إبراهيم كان عنده فضول ورغبة شديدة جدا يطلع لرب إبراهيم. أيوة زي ما سمعتم كده، طلب من جنوده يبنوا له برج عالي يطلع بيه لأهل السماء. وفعلا وقتها بنى برج بابل المعروف، اللي برضه من خلاله ما قدرش يطلع لرب إبراهيم. ومن شدة غيظه لما وصل لقمة البرج ولقى نفسه مش قادر يوصل للسماء، فضل يضرب الناس بالسهام ويموت فيهم. ويقال إنه يومها موت آلاف الناس. بس خليني أقول لكم برضو إن في مصادر بتشكك في صحة القصة دي، لكن في مصادر تانية بتؤكد صحتها. المهم إن وقتها ربنا برضو كان عايز يديله فرصة، فربنا بعت له ملك يدعوه لعبادته. فضل الملك يروح للنمرود 3 مرات، وكل مرة النمرود مصمم على الكفر. فالملك قال له اجمع جموعك وأنا أجمع جموعي. وفعلا أرسل